بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لكم القصة دي قبل كده. واحد من الشباب كان في كلية هندسة وسافر انجلترا، قعد 10-15 سنة ومات من غير ما يتجوز. فلما مات ملوش حد. الشباب اللي هناك جمعوا الفلوس بتاعته وبعتوها لمصر. له مين هنا؟ امه واخين اشقاء. قالوا الفلوس دي الراجل ده مات وسابها. بعتوا لهم $500,000 500,000 جنيه. فالناس امه بعتت لنا قالت يا جماعه تعالوا شوفوا الفلوس دي تتوزع ازاي، احنا ما نعرفش. فقعدنا في القعده 2 اخواته اشقاء. امه قالت والله ما يلزمني من الفلوس دي قرش ساغ واحد. انا ما اعرفش هو كان بيعمل ايه هناك، و15 سنه لا اتصل بيا ولا سلم علي، مش عايزه منه حاجه. فخلاص اللي فايض يروح لمين؟ اخوته. ده 250,000 وده 250,000. فقلت لهم بعد ما قبض ال 250 ايه رايكم احنا بنبني مسجد جنبيكم هنا، نزلوا له اي حاجه، كل واحد منكم يحط 2 طن حديد، 10 طن اسمنت، 2000 طوبه، اي حاجه للراجل الغلبان ده. قال لا 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 يا الشيخ، ان شاء الله انا هعمل له اشتراك في الجمعيه الشرعيه ب10 جنيه في الشهر. هو ده اللي هيحصل لما تموت. اوعى تفكر ان ولادك هيعملوا لك ولا مراتك هتعمل لك. اخ لينا سمع القصه دي قال طب والله لاخد نص فلوسي معايا. قسم نص فلوسه، نص ثروته بالظبط، وراح اشترى مكان وبنى مسجد ودار تحفيظ قرآن ومستشفى اسلامي ودار ايتام وصرف نص فلوسه. قال كده تبقى الفلوس دي ايه؟ هي دي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن